لك فهد لجانب الكابتن خالد شراحيلي حارس نادي الهلال. ارحب فيك خالد، الف مبروك هذا الفوز رباعيه. على المستوى الشخصي للمره الثانيه تاخذ فرصه هذا الموسم كلاعب اساسي يتكلم في الدوري. اليوم اختلف الهلال عن المباريات الماضيه، وش اسباب الاختلاف؟ يعني حتى المشجع يبغى يعرف ايش الامور المعنويه اللي تغيرت في الهلال انه قدم مستوى جيد. والله أول شيء بسم الله. طبعا بارك للجمهور الهلالي والهلاليين الفوز اليوم بأربعة على المنافس والمتصدر كان النادي الأهلي. والحمد لله يعني كان الهلال يحتاج بس شوي، يعني يحتاج صبر لتأقلم اللعيبة مع بعض، والحمد لله اليوم بين العالم. كابتن، يعني ما الذي اختلف ما بين مباراه اليوم هلال الاهلي وامام الشباب؟ يعني فريق امام الشباب كان مستوى يعني في النزول، اليوم في اختلاف حتى لو كنت امام المتصدر. والله كانت ضد الشباب، يعني كانوا لعيبة المنتخب والمحترفين ما كانوا يعني معنا في المعسكر في التدريب، وكانت ثاني مباراة لهم في الدوري. والحمد لله بعدها بمباراة التعاون بدأ الفريق يعني يرجع لمستواه الحقيقي، والحمد لله اليوم بين الفريق يعني انه جاهز ان شاء الله. خالد، بغض النظر عن زميلك، نحترم بالتاكيد زميل الكابتن حسن عتيبي، لكن اذا حصلت هذه الفرصه لخالد شراحيدي يريد ان يتمسك بها، يعني يعض عليها بالنواجذ كما طبيعي يعني انا ولا حسن ولا فهد الشمري، يعني الواحد كان في مكاني اكيد انه فرصة زي هذه وفي نادي كبير زي كذا انه بيتمسك فيها، والحمد لله توفقنا في المباراة اليوم. اكيد قاعد معك المدرب قبل المباراه بحكم انها مباراه قويه، يعني ايش قال لك؟ والله طبعا قاعد معنا ان اللعيبه اللي بنبدا المباراه، واعطانا نقاط الضعف في النادي الاهلي ونقاط القوه، والحمد لله ركزنا في المباراه وقدرنا يعني نستثمر الفرص اللي جتنا يعني. خالد، يعني فيما يتعلق بعقد خالد شراحيلي، تشير الانباء الى انه تبقى 9 اشهر في عقد خالد شراحيلي. ما هو مصير خالد شراحيلي؟ فتره يعني بعد 3 شهور حتدخل في ال6 اشهر. والله طبعا هذا السؤال يعني شوي محرج، بس ايش رايك في مصادري اول شيء؟ والله مصادرك مره يعني خطيره. بس الحمد لله يعني اكيد نادي الهلال ما راح نختلف معه، يعني له 6 شهور 3 شهور 4 شهور. على حسب، اذا تمت الفرصه لك الفرصة ان تبي شاء الله تساوم. موجودة، لا ان شاء الله ما في مساومة، ان شاء الله ما راح نختلف مع النادي، يعني نادي ونشأت فيه يعني اكيد بكون موجود وش متواجد. احسن هدف اليوم في الاربعه؟ قلت العيال لعيبه. والله كلها جميلة، بس هدف الكوري كان جميل حلو. يزعل منك فريدي. الفرايدي بعده حلو، بس بالنسبة لي الكوري. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا الكابتن خالد شراحيلي. اذا